الشركة اللي رفضتك مش هتخسر وتفشل، بالعكس ممكن تكبر وتشتغل عادي جدا. البنت اللي رفضتك وسابتك مش هتندم ولا حاجة، بالعكس هتتجوز وتعيش مبسوطة جدا. جوزك أو مراتك اللي خانوا العيش والملح وهانت عليهم العشرة وظلموك مش هيعيشوا حياة صعبة من بعدك، بالعكس ممكن ربنا يفتح عليهم ويبقوا في وضع أحسن. الشخص اللي أذاك وتسبب لك في مشاكل كتير ممكن جدا ما يحصلش معاه أي مشاكل، بالعكس ممكن يعيش حياة جميلة جدا ويمكن أحسن منك كمان. الدنيا مش هتوقف عليك يا حبيبي، ولا الكون هيتوقف عشان أنت حاسس إن أنت اتظلمت وتستحق أحسن من كده بكتير. خد الكبيرة بقى، لو أنت شخصيا اختفيت كل حاجة هتكمل عادي جدا، وبعد أسبوعين 3 الكل هينسى حتى وجودك. مفيش أي ضمان للعدل أو الحق في الدنيا لأنها مش دار الحساب. حاول تتجاوز الأفكار اللي في الأفلام والمسلسلات اللي دخلت في دماغك. في الدنيا مفيش الحلقة الأخيرة اللي هينتصر فيها الحق ويخرج المظلوم من السجن ويتقدم القاتل للعدالة. مليش حزنك على نفسك والبكا على القديم يعطلوك كتير. ما تقفش وتعطل تحت أي ظرف من الظروف. اتحرك، اشتغل، اسعى، انجح، احلم تاني، حقق أكتر من الحلم اللي فات. اعمل اللي عليك وسيب كل أمورك في إيد ربنا وبس.